وعي الجمهور ايش يعني تخصص تصميم الجرافيك في جامعه دار الكلمه، فعملت هذا الفيلم. الهدف منها انه احنا بنبعث تجربه الكورونا كل الناس بدات اعمالها بطلت. زرعتم فحصدتم، صبرتم فنلتم. الحفل الكريم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة. اليوم نخرج إلى سوق العمل حوالي 80 شاب وشابة في مختلف المجالات ومختلف القطاعات، شباب أثبتوا بشهيدهم انهم قادرين على يكونوا رياديين في هذا المجتمع، يكون عندهم افكار خلاقه مبدعه، وبحيث يستطيعوا ان يرسموا مستقبلهم بأيديهم ولا يعتمدوا على أحد. في هذا العام سندخل تخصصين جديدين، تخصص الهندسة المعمارية، والثاني هو تخصص العلاج بالفنون، ماجستير العلاج بالفنون، وهو الأول من نوعه في فلسطين. عليكم منا سلام الله من هملت بالغيث مزنا وما تسقيه من عشب قطوف. لا سيما في ماجستير الإدارة المؤسسات الثقافية تتكلم الموسيقى، فالموسيقى لا تعرف حدودا. والعاملين والطلاب والخريجين. هذه الجامعة جامعة المهارات وليست جامعة الشهادات. هذه الجامعة جامعة التكوين والتمكين وليست جامعة الكراتين. هذه الجامعة هي الجامعة التي تتفاعل وتتكامل مع سوق العمل حتى يكون خريجوها بمهارات مهنية قادرين على الانخراط في سوق العمل بسهولة. هذه الجامعة الآن تتجه نحو التخصصات الدقيقة الحديثة الرقمية مع التحول الرقمي، وتدخل الذكاء الصناعي، وهذا هو متطلبات مواكبة الثورة الصناعية الرابعة. هي الملهم والمؤثر، وأنتم السفير المعبر. ثانيا، فالموسيقى لا تعرف حدود. الجامعة في التصميم الداخلي جدا قوية، وخلتنا انه احنا خلال مشاريع التخرج انه احنا نبدع في المشاريع ونبين قديش هي الجامعة قوية، وكيف انه كانوا مشاريعنا جدا قوية. وانا كثير استفدت انه انا موجودة في جامعة دار الكلمة، وانا كثير فخورة انه انا هلا خريجة جامعة دار الكلمة. شكرا. وانا خالد فاروق ابو عكر. هون علينا رمين سامي الياس المغربي درجة شرف أولى. طلعوا علينا هون. ساندرا جمال يوسف مرة درجة شرف. ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.